السلام عليكم متتابعين قناة لمسات الذكاء، كنتمنى تكونوا لاباس عليكم وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم فيديو جديد غادي نحضر فيه معكم وصفة ديال البغرير بالفينو. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندي 3 ديال الكيسان تاع قياس العنبة ديال الفينو، غادي نضيف لهم واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية او اللي عندكم خميرة المعجنة، وغادي نضيف عليهم واحد المعلقة صغيرة ديال سنيدة، ممكن تعوضوها بالعسل او ممكن تستغناو عليها. هنايا كاقتراح درت اضافه ديال ساشي نتاع السكر ديال بالنسبه ديال زهره البرتقال، ممكن ديروه ممكن حتى هو تستغناو عليه. المهم هذا هيك اقتراح ضفتو للبغرير. وغادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، وغنضيف واحد جوج خمارات حمرين. بالنسبه لهذا الخليط غادي نجمعوا المكونات بالماء من الروبيني، يعني بلا ما ندفيوه. بالنسبه للماء غادي نحتاجو تقريبا واحد 4 الكيسان ديال الماء، يعني ديما كنضيفو كاس الزايد. درنا 3 الكيسان ديال الفينو، غادي نديرو 4 ديال الماء، وانت غادا هكاك. المهم على حسب القياس اللي درتي غتضيفي ديما كاس الزايد ديال الماء. صافي من بعد ما ضفنا الماء غادي نجمع المكونات. في الاول غادي ندير غير الطراب اليدوي حتى كنجمعهم مزيان هكذا، عاد من بعد غادي نديرهم في الخلاط الكهربائي، او الا عندكم البغا ميكسور حتى هو ممكن تخدموا به. بالنسبه للخطه ديال هذا فاش طحنتهم في الطراب الكهربائي راه ما بانتش. المهم هنايا بعد ما طحناه مزيان غادي نعاود نرجعوا الاناء. وبالنسبه للطياب ديالو فراه غادي نبداو مباشره، يعني بلا ما يحتاج نخليوه يخمر ولا شي حاجه. في حاله ما بان لكم الخليط شويه هكا ثقيل ولا شي حاجه، ممكن عاودوا تضيفوا واحد شويه ديال الماء غير باش تطحنوه مزيان وصافي. هنايا ضفت شويه تاع قشره ديال الليمون حتى هي كاقتراح كتعطي واحد النسمه زوينه عندك هي وزهره البرتقال. الا بغيتوا تضيفوهم ضيفوهم، ما بغيتوش فخليو البغرير غير هكاك. صافي دابا غادي ندوزو باش نطيبوه. غادي ناخذ بيان سور الطفال او المهم قلاتكم ما كتلصقش. وكان هذا هو الشكل النهائي نتاع الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك ديالكم في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. وكذلك ما تنساوش الفيديو من التعليق ديالكم ولي لايك ديالكم، وما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم باش تكبر القناه. السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديوهات جداد.